سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا نشارك معكم الغريبه ديال البهله. صراحه هي البنات بهذه الطريقه عرفتي كتنجح لكم من اول تجربه. غندوزو البنات المكونات كيف ما كتشوفوا هنايا عندي كاس ديال السكر سنيده، هنايا عندي 60 غرام ديال الزنجلان ما طحناش. هنايا البنات عندي واحد المعلقه كبيره ديال الفلون ديال فاني. اللي بغى يدير البديل ديالو يدير الكراميل اولا يدير هذا ديال فاني، كيجي زوين صراحه في البهله، كيعطي واحد لوغو زوين. هنا كيف ما كتشوفوا هنا عندي 100 غرام ديال اللوز، كيف ما كتشوفوا طحنته بالقشور ديالو تحطوه مزيان. هنا عندي نص كاس ديال الزبده حيوانيه. البنات بالنسبه للغريبه ديال البهله هذيك الهشاشه ديالها هي من الزبده. ملي كتكون زبده حيوانيه كتجينا ديك الزبده، كتجينا ديك الغريبه كتجينا هشيشه وكتجي زوينه يا البنات. الا درنا لها زبده عاديه ما كتجيناش هشيشه يا البنات. هنا كيف ما كتشوفوا يا البنات هنا عندي كاس ديال الزيت. بالنسبه للدقيق يعني على حسب الخليط، يعني حنا كنجمعوا حنا قياسا تقريبا كتجينا ديك 500 غرام، ولكن المهم كنبقاو على حسب السوائل. كاين دي فوا ما كتجيناش ديك 500 غرام، يعني عينا ميزاننا. هنا يا البنات كيف ما كتشوفوا هنا عندي 16 غرام ديال خميره ديال الحلوى. هنا يا البنات عندي شويه ديال القرفه هي باش كنسمو بها هي، وهنا عندي شويه ديال الملح وفاني. غندوزو يا البنات للطريقه. البنات هنا اول حاجه غنبداو بها بالسوائل اللي عندنا. كاس ديال الزيت عاديه، هنا نص كاس ديال الزبده حيوانيه، هنايا البنات كاس ديال سكر سنيده، غنضيف عليهم كذلك البنات الفلون باش كينسمها ليا هاد البهله. وغنديروا هنايا البنات واحد الخماره ديال فاني، هنا شويه ديال الملحه وشويه ديال القرفه. غنحرك هاد المكونات مزيان حتى كتنجم مع بعضياتها. غنضيف عليه هنا 100 غرام ديال اللوز نطحون بالقشور ديالو، 60 غرام ديال الزنجلان، هنايا البنات 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. دابا البنات غنبقى نجمع بيديا وغندير الدقيق. وبالنسبه للدقيق كما قلت لكم يا البنات كنديرو تدريجيا، وديك العجينه ديالنا ما نحاول ما نقصحوهاش. يعني الماكسيموم ديال الدقيق راه نحتاجو 500 غرام، ولكن ضيفوا على حساب هاد السوائل. اما كنزيدو على ديك 500 غرام اولا كنديرو قلل عليها. دابا كيف ما كتشوفوا البنات غنبقى نجمعو بشويه بشويه. بالنسبه للعجينه ديال هاد البهله راه كتكون البنات شويه مرمله، راه كتجي مرمله. وما كتحتاجي كاع تبقاي تصدع راسك انك تبقاي تدلكي فيها يا البنات. كان واحد الطريقه صراحه زوينه انا ديما كنعتمد عليها. ملي كنجمع هاد نجمعها بالدقيق حتى كتجمع ليا مزيان، وكنشدها وكنحكها في الحكاكه. يعني كيف ما كتحكوا مطيشه هكا كنديرها، كنبقى كنهز وكنحك فيها. دابا غير باش كنجمع من داك الدقيق مزيان، يعني يتمجوا المكونات كاملين مع بعضياتهم. وحتى البنات بالنسبه على حساب الفران حتى هو البنات مهم، لانك ولو انك تصوري تخدمي نيت هاد البهله ديالك نيت مزيان وما كنتيش قديتي الفران مزيان في الشعله ديالو،
ما كتصدقش لك ديك البهله، ما كتشققش لك، حتى هو كيلعب الدور. دابا البنات من بعد ما لبستها بداك الدقيق مزيان مزيان غنحكها بالحكاكه. كيف ما كتشوفوا البنات كنبقى نحكها هنا في هذه الجهه، بقى هكا نحكها هنا مزيان كامله، نبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل يا البنات. كنبقى دايره هكا البنات حتى كنكمل هكا، ما كتخليناش نبقاو ندلكو فيها بزاف. كيف ما كتشوفوا من بعد ما حكيتها في الحكاكه مزيان يعني كامله حكيتها، دابا غنبدا نشكلها البنات كوفيرات. بالنسبه للبنات نحاول ما امكن بالنسبه لمن نديروها في الطابه ديالنا نديروا هذاك الورق الغذائي باش ما كتلصقش لينا فيها، حيت كاين بعض الطابات اللي كتلصق لينا فيها وهي اصلا ما كما كتخرجها من الفران ما خصكيش تحيدها من ديك الساعات لان كتكون شويه باقا هشيشه حتى كتبرد عاد كنحيدوها. دابا البنات كيف ما كتشوفوا غنشكلها كرات. البنات راه واخا كتشوفوها هكا مرمله راه كتجمع لينا البنات، يعني كنحاولوا نقادوها في يدينا ندوروها ونحطو في الطابه ديالنا. ها هي البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما شكلتها كرات. البنات بالنسبه كما قلت لكم على حسب الفران كنشعلوه على حسب 180 درجه، وبالنسبه للطاويه البنات كنحطوها في التحت وكنشعلوا ليه فوق، يعني كنحطوا الطابه ديالنا في التحت وكنشعلوا ليه الفران في الفوق حتى كتبدا كتشقق لينا هذيك الغريبه. ملي كتبان لينا البنات كتبدا كتشقق صافي نطفوا من الفوق ونطلعوا على الطابه ديالنا الفوق ونشعلوها عليها ثاني من التحت. هذه هي الطريقه ديال الطياب ديالها. اما بالنسبه لي انا بنات في الفران ديال الضو كندير غير فونتيلاتور وكندير سميتو كندير الفران ديالي على 160 وكنخليها كطيب بوحدها وتشقق بوحدها في الفران. بالنسبه اما ديك الطريقه الاولى ديال الفران على حسب اللي عنده الغاز. وبالنسبه لي البنات على حسب هاد العجين ديالنا يا البنات، في حاله مثلا الا فوتوا فيها تفوت لكم فيها الدقيق ولا شي حاجه تكون ديك الكره ما كتبغيش كتجمع لكم، زيدوا غير شويه ديال الدقيق وصافي، ماشي دقيق اعتذر شويه ديال الزيت. ها هي البنات من بعد ما دخلتها في الفران كيف ما كتشوفوا ها هي بدات كتشق ليا. كما قلت لكم راه كنسخنوا الفران هو الاول على 180 درجه، وانا بالنسبه في الفران ديال الضو كتصدق ليا. ملي كنديرها في الفران ديال الغاز ما كتصدقش ليا، داكشي علاش كما قلت لكم كنديرها في الفران ديال الضو صراحه كتنجح ليا، يعني كتشقق ليا مزيان. اما بالنسبه ديال الغاز لان ما كيوصلهاش عندي الغاز كيكون غير في الوسط، الجنيبات راه ما كيتشققوش ليا وفي الوسط كتشقق، داكشي علاش كنفضلها احسن في الفران. دابا هي بدات كتشقق ليا تشوفوا الشكل النهائي ديالها. كما قلت لكم على الفران كنديروا على 180 درجه. ها هي البنات الغريبه ديالنا كيف ما كتشوفوا راه كتجي مشققه وفي نفس الوقت يا البنات راه كتجي هشيشه، والسر ديالها هو ديك الزبده الحيوانيه. الا درنا لها الزبده العاديه الاخرى مارغرين او ديك الاخرى كتجي شويه ما كتجيش هش، كتجي شويه قاصحه شويه، غير الزبده حيوانيه كتجي هشيشه. وكيف ما كتشوفوا يا البنات يعني راه كنخلوها حتى كتبرد لينا عاد ديك الساعه كنهزوها، اما الا كانت باقا سخونه ما نقدروش نهزوها يا البنات. ها هي البنات دابا غنديرها في الطاسه بالنسبه على حسب الطريقه ديال الحفظ ديالها يا البنات. كنديروها في شي طاسه ديالنا وكنغطوها بالسلوفان باش ما يدخلهاش البرد باش تبقى هي كما هي. كما كتشوفوا دابا هذه راه خليتها تتبرد ليا، حيت انا يا البنات عرفتي ملي بغيتي تهزيها كتكون باقا مرخيه حتى تبرد. هذيك الساعه نديروها في الطاسه ديالنا ونسدوا عليها ونحتفظوا بها هذيك الساعات. وكتجي البنات هشيشه راه كتر من البيض والله الا كتر من البيض لا ما رديتيش لها البال دغيا كتشقق غير على سبه، ولكن صراحه يا البنات راه كتجي مرمله وزوينه.
ايوا نتمنى الاعجاب ديالكم يا البنات. وإلا عجبتكم ما تنساوش الاشتراك في القناه ولي لايك، ونتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وان شاء الله نشارك معكم حويجات اخرين ان شاء الله.